انسوا بقى البسبوسة التقيلة وتعالوا اعملوا الوصفة اللذيذة دي. شهية جدا، لذيذة جدا، افضل بالنسبة لي من البسبوسة والحاجات دي بكتير. تعالوا صلوا على النبي وتعالوا نشوف الحلو الجميل ده اللي انا برشحه لكم ان شاء الله تعتمدوه في رمضان. هنعمله ازاي؟ عليه افضل الصلاة والسلام. كوباية من السكر الابيض العادي، طبعا الكوباية اللي هستخدمها هي نفس الكوباية اللي هستخدمها في كل حاجة. كوباية الا ربع من الزيت، 4 بيضات صغيرين او 3 كبار، ربع معلقة كده من الفانيليا السايلة او فانيليا اللي هي البودر يعني. كوباية من الحليب، ممكن تستخدموا حليب بس او زبادي بس. انا استخدمت كوباية من الحليب وعليها العلبة الصغيرة بتاع اللي هي الزبدية الصغيرة دي، تعمل معلقة ولا معلقة ونص. ممكن تستخدموا زبادي بس، ممكن تستخدموا حليب بس. هحط ذرة من الملح ومعلقة صغيرة كده من الخل، معلقة صغيرة قوي يعني. وهقلب قلب قلب قلب. طب ما استخدمناش مضرب كهربا ليه ولا مضرب سلك؟ مش مستاهله، على طول كده، ولا بتاخد اي مجهود ولا بتاخد اي تعب. وطبعا بكون مشغله الفرن قبلها. معلقتين من جوز الهند، كوبايه من السميد اللي هو الناعم، وكوبايه من الدقيق العادي، عليهم باكو كده من البيكنج باودر. كان الباكو التاني كان فيه شويه حطيتهم برضو. ذره صغيره كده من الملح عشان تعادل الطعم طبعا. وزي ما قلت لكم الفرن بيكون شغال. بكون محضره بقى صينيه دهنها زيت، بلاش سمنه، هكون دهنها زيت. وبعد كده بنزل فيها الخليط ده وبعدين بدخلها الفرن بسويها زي تسويه اي كيكه او اي حلويات عاديه خالص. طيب هسقيها طبعا بالشربات بعد ما تطلع من الفرن. طب الشربات حضرناه ازاي؟ كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عليهم نص ليمونه، وبسيبهم بعد الغليان من 7 ل10 دقايق على نار هاديه يغلوا. وبعد كده بسيبهم يبردوا. بس انا بسقيهم للحلويات دي، للحلو اللي احنا بنعمله ده وهو دافي، يعني مش وهو سخن ولا وهو ساقع. بصوا ما تقولوش بقى هي خفيفة والخليط خفيف، لا، هي اصلا دقيق السمولينا بيشرب السوائل، فهي عبال ما تبدأ تدخل في السوا هتكون نشفت وبقت كويسة. يعني ما تقولوش الخليط خفيف. بعد ما استوت بصوا بسم الله ما شاء الله، لو لقيتوا الوش ما اتحمرش شغلوا لها الشواية عادي. يعني لو لقيتوها استوت والوش ما اتحمرش شغلوا لها الشواية. ان شاء الله تعجبكم جدا. لو المحتوى مفيد يا ريت ما تنسوش المتابعة واللايك. مع السلامة.